ورحمة الله وبركاته. وحشتوني كتير كتير كتير. النهاردة هنعمل مع بعض الوراك المخلية، بس هنعملها بطريقة جميلة قوي. انتوا عارفين طبعا ان الوراك لما نخليها بنعمل منها كذا حاجة، يعني ممكن نعمل حمام كداب، ممكن نشويها، ممكن نعملها على الجريل. المرة دي هنعملها على الجريل. انا جايبة النهاردة معايا عندي 4 وراك مخليين زي ما انتوا شايفين. نقعتهم في المحلول بتاعهم اللي انتوا عارفينه، خل وليمون، وسبتهم قد ساعتين كده عشان تطلع الزفاره اللي فيهم. توابلنا بقى: ملح، توم باودر، بصل باودر، كركم، كاري، ملح. اي توابل عندك طبعا حطيها. بالاضافه هنحط لها صويا صوص بتدي طعم جميل جدا فراخ الجريل. هنقولها هنا جبنا بوله، هنحط توابلنا الجميله دي فيها. هنحط بقى معاهم الصويا صوص، انا حاطه معلقتين صغيرين. هنحط معاهم عصره ليمون، نحط معلقه كمان لان الصويا بتدي طعم جميل جدا للصويا صوص للوراك. هحط معاهم معلقتين خل بيساعد. انا اسفه كده انا حطيت يعتبر معلقتين، وحطيت معاهم ليمونه تدي برضو حلو، طعم حلو جدا للفراخ. طبعا اقلب كل ده مع بعض. نقلب كل المكونات دي وقلبتها كلها مع بعض. هنبدا بقى نحط الوراك بتاعتنا فيها. لازم تغرقيها في التتبيله، هي كده كده من غير عظم، فهتشرب من التتبيله وتبقى زي الفل ان شاء الله. كده انا حطيتها كلها في التتبيله، شايفين؟ ساعتين بالظبط سيبها في التتبيله. انت كل ما تحطيها يعني كل ما تحطيها في التتبيله بتبقى طعمها حلو. عايزه مستعجله عليها مفيش مشكله، اعمليها بعد نص ساعه مثلا، بس كل ما تحطيها في التتبيله وتغطيها وتحطيها في التلاجة يعني طعمها بتبقى تحفه تحفه بجد. فهنسيبها في ساعتين كده في التتبيله، ونعملها مع بعض على الجريل. نشوف احنا هنعملها ازاي. وكده انا سبتها طبعا بعد ساعتين، رجعت لها حطيت الجريل اهو على النار ومعلقه زيت، بسيبها بقى تسخن قوي. وبعد كده ابدا اروح حاطه الفراخ بتاعتي. كده الجريل بتاعنا سخن. طبعا هنحط بقى الوراك بتاعتنا. طبعا بنحطها على الجلد في الاول، نحطها طبعا على اللحم. والاكل ده على فكره يا جماعه ما بتاخدش مني وقت جامد، يعني يا دوبك انتوا بتتبليها وتسيبيها ساعتين في التتبيله. تسيبيها ساعتين في التتبيله وبعد كده تبداي تعملي تعملي بقى اي حاجه انت عايزه تعمليها، مكرونه جنبها، بشاميل اللي انت حباه، بس انا هفضل المكرونه. تمام. هنسيبها نحطها على الجلد بتاعها. انا كده قلبتها. طبعا هي ربيتها خلاص تستوي. عملت جنبها شويه مكرونه اسباجيتي بالثوم بقى وظبطت الدنيا كلها. بس فعلا الجريل وجوده في البيت بيسهل عنا حاجات كتيره قوي. والطعم يا جماعه فعلا تحفه، والريحه كمان ريحه جميله جدا. وكده بعد ما استوت
فعلا طعمها يا جماعه فعلا تحفه بجد. كده يعني دي بالظبط مش هتاخد مني بالظبط ساعه، ربع ساعه كمان على البوتاجاز. مش هتاخد منك وقت خالص، خصوصا لما تبقي في رمضان وقبل قبل الفطار بساعه تقدري تعملي الجريل وجنبيه شويه مكرونه. بصراحه آه، الفراخ تحفه، الجريل تحفه. وكده في نهايه الحلقه بتاعتي اقول لكم متشكرين وشكرا جدا.